نتكلم عن شد جفون. يعني كل الناس بقت اوبسست قوي بشد جفون ومالهاش علاقه بايجنج. يعني في دلوقتي صغيرين بيعملوا شد جفون عشان عينيهم تبقى مفتوحه شويه مسحوبه شويه. قص الجفون اساسا معمول لقص الجلد الزياده. اوكي. ده في وده الجفن العلوي. بالايجنج. ده بالايجنج، يعني ملهاش دعوه بالايدج، بس طبعا ما ينفعش واحده عندها 20 سنه غالبا مش هيكون عندها مشكله دي. مشكله غالبا عندها انها في سقوط منطقه الحاجب. ممكن نعمل لها رفع سواء بالمنظار او رفع جراحي من جرح داخل الشعر. لكن لو سيده كبيره شويه وفي ترهل وفي لاكستي وان الجلد ما بيرجعش لمكانه بسرعه بعد ما نعمل له بينشنج، دي محتاجه قص جراحي للجفون من جرح فوق الرموش وبيبقى مخفي تقريبا. طب هل في تكنيكس جديده في القصه دي؟ لا خالص، هي الموديفيكيشنز كلها في شكل الجرح. ناس تحب تسحبه لفوق، ناس تحب تسحبه لتحت، ناس تحب تخليه هيدن جوه الايليد ما تخرجش بره. كل الكلام ده هو الاساسي. وينفع اخد الاندر ايز معي؟ ممكن نلعب في رباط العين الخارجي بحيث ان نغير سحبه العين. طب انت بتحب دي تبقى كل يعني واحده منفصله، يعني مثلا الجفون في عمليه منفصله، اندر ايز في عمليه منفصله، ممكن نسحبهم مع بعض؟ انا احب دايما في الاي بروسيدرز بالذات ان انا افصل فوق عن تحت، لان دي ما بتكون سيفير قوي مع فوق وتحت. فعلا العيان بيتبهدل حوالي اسبوع.